يا سلام! بصوا بقى الجمال، بقايا سور اسكندريه والابراج. بص الجمال، بص الدنيا عامله ازاي هنا. تاريخ يا جماعه، تاريخ. احنا واقفين في اثار، واقفين في تاريخ. طبعا الاماكن دي يعني مع الاهتمام بالحديقه، يعني من المفترض ان يكون فيه اهتمام بيها، وخصوصا يعني ان هي زي ما بقول لحضراتكم في وسط البلد وقريبه من كل حته وكل مكان في اسكندريه، تقدر تكون متنفس وفسحه لكل اهل اسكندريه. كمان بتضم اجزاء من سور وابراج اسكندريه. ده برج اهو من السور. طبعا سور اسكندريه كان مكمل كده، كل دي كانت اسكندريه، وبره بقى السور ده كان بيبقى يعني بره اسكندريه. يعني كانت اسكندريه لحد هنا نقطه لحد يعني باب شرق، النقطه اللي احنا واقفين فيها دي. باب شرق كانت الباب الشرقي المدخل بتاع السلاطين ايام المماليك، ويعني كان باب للمتجه ناحيه رشيد وكده. فعايز اقول ان كانت اسكندريه بتنتهي عند المكان اللي احنا واقفين فيه ده، فما داخل السور ده جوه اسكندريه وما خارجه ضواحي بقى، ما كانش فيه لسه ولا بقى المناطق الجديده بقى. طبعا فيكتوريا اتعمرت بمد خط الترام، ابو قير بقى بمد خط القطر. طبعا دايما المواصلات بتخلي في وسيله للانتقال والعمران والتنميه بتمتد بقى على جانبين الخط الطريق اللي بيتعمل، او وسيله المواصلات الجماعيه اللي بيتم انشائها.